ده فيديو سريع كده بيوريلك الجي ام يقدر يعمل ايه ويعمل لك ناس فيك قد ايه. شايفين في ثانية المدينة خلاها لك مليانة. وخد على كده مقياس حاجات تانية كتير. ويلا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع أدريان. زي ما شفتوا في أول الفيديو، دي نبذة بسيطة عن اللي الجي ام يقدر يعمل. زي ما انتم شايفين الفترة الأخيرة ناس كتيرة طبعا متضايقة من موضوع الديلات في اللعبة، ومن موضوع إن اللعبة بتفتح شهرين 3 وبعد كده هوب تقفل. خلينا نتكلم في الموضوع ده وافهمكم بعض النقط البسيطة، وفاهم برضو بعض الناس اللي بتخش تكلمني على الواتس وعايزة تعمل سيرفر ومفكرة ان الموضوع ده موضوع سهل اي حد يقدر يعمله. احب اقول لك عشان تعمل سيرفر انت محتاج مبلغ كبير جدا جدا جدا، مش 1000 ومش 2000 ولا 3000 والكلام من ده. فعشان ما تخشش وتتعب نفسك، لو انت دماغك في موضوع ان السيرفر ممكن يكلفك 500 او 1000 او 1000 ونص، فهو بعيد جدا عن الموضوع ده لو انت عايز تعمل سيرفر ويلعب. طيب تعال نتكلم بقى عن السيرفرات اللي موجودة على الساحة عامة وبنشوفها دايما، وليه بتتقفل كتير، وليه ليه مثلا هي مليانة ديلات. أول حاجة هنتكلم عن الناس اللي هي عاملة سيرفر فيه افكتات كتير وفيه ايفنت كتير، وطبعا دي السيرفرات المحببة إلينا. يعني عشان تعمل سيرفر فيه ايفنت كتير وافكتات كتير محتاج فلاتر برضه كتير. كل فلتر بيدفعوا له فلوس شهرية للتيم الأجنبي اللي بيعمل له الفلتر ده، زائد طبعا ان هو بيدفع للفي بي اس، زائد انه لما بيجي يعمل اعلان بيعمل اعلان ممول بيدفع برضه فلوس. فاصبح ان الجي ام كده بيصرف مثلا، ولنفترض مبلغ لا يقل عن 15000 جنيه. ممكن يعدي بكتير، ممكن يقل، ممكن، بس هو في الرينج ده. وشهرية مثلا لو فرضنا ان الفلاتر بالفي بي اس شهرية $100 بس، فهو محتاج 4000 جنيه كل شهر يدفعهم عشان يشغل اللعبة دي. ده احنا بنتكلم في القليل، انما في حاجات اعلى من كده بكتير، بس خلينا في رينج القليل. طيب دلوقتي هو بيفتح اللعبة أول شهر، الناس بتخش كله بيشحن عشان يظبط هدومه. بعد ما ظبطنا هدومنا نشحن ليه؟ خلاص هدومي بقت متظبطة وكله تمام، فأنا مش هشحن. فبالتالي مش هيبقى فيه عائد أو دخل للعبة للجي ام، فهو كمان مش هيكمل إنه يدفع كل شهر للعبة عشان تشتغل، لأن ال4000 جنيه بالنسبة له دول مبلغ. انما بقى في السيرفرات الاجنبيه $100 هي 100 جنيه بالنسبه له، مش زينا. $100 هي 4000 جنيه، انما $100 هي ال 100 جنيه بتاعته. فعشان كده السيرفرات الاجنبيه بتطول عن بتاعتنا. طيب تاني هام اللي هو شغل الديلات، اللي هي الحاجه اللي مشهوره دلوقتي على الساحه. الجي ام لما بيجي يعمل اعلان ممول الناس كلها بتشوفه، بس مش الناس كلها هتخش. فبالتالي بيبقى مكتوب له مثلا، ولنفترض ان الاعلان الممول ده 10000 بني ادم شافه، وتبص تلاقي اللي دخلوا اللعبه 50 بس. تعال نشوف بقى ال 50 اللي دخلوا اللعبه دول بيخشوا يلاقوا نفسهم بس هم اللي موجودين، فيقولوا كده السيرفر ده واقع، اللعبه دي مش حلوه، فبيقوم جاي طالع وسايب اللعبه. فكده انت حضرتك دخلت لقيت 20 30 بني ادم معاك، فما عجبتكش ان فيها 20 30 بني ادم، بس انت عايز مثلا 500 بني ادم، 1000 بني ادم، الارقام الكبيره ديت، فبتقوم جاي سايب اللعبه. لما بتسيب اللعبه انت كده بتجبر الجي ام انه يعمل ديلات. ازاي؟ هيقوم جاي مكلم تيم معاه جلد وتيم تاني معاه جلد، تعالوا يا رجاله انا عايزكم تعملوا لي شويه اكشن في اللعبه بمبلغ شهري مثلا، او بسلك في اللعبه، او اي حاجه هو عايز على حسب بقى الديل ايه، ما علينا. وبيقوم جاي تنزل تلاقيهم نازلين جلدين، جلد هانتر جلد سفات، طبعا بيطلعوا تجاره، انت بتخش معاهم في التجاره ديت، بيبقى فيهم الهانتر يهنتر لك ويدافع عنك، يجي السفات تعمل اكشن، هوب اللعبه بقت فيه فن بالنسبه لك. دخلت الارينا لقيت في الارينا اكشن برضه، فانت كده مستمتع ومزاجك حلو.
دخلت الايفنت لقيت كميه كبيره سرفايفر مثلا دخلوا بتاع 200 بني ادم ولا 300 بني ادم، اوه اللعبه جامده. ما هو انت اللي اجبرت الجي ام انه يعمل كده. انت لو هو شايف ان اللعبه بتبقى مكفيه ب 10 20 بني ادم بيلعبوا ويشحنوا ومزاجهم حلو هيفضل سايبها. انما اللعبه مثلا فيها 20 بني ادم عمالين يقلوا طبعا مكتوب عنده ريت في البرنامج بتاعه في كام بني ادم فعلي بيلعب. فانت اللي بتجبر الجي ام انه يبدا في الخداع. انا ما بقولش ان احنا اللي وحشين او الجي ام حلو او الجي ام اللي وحش واحنا اللي حلوين. زي ما في هنا الحلوين في برضه الوحشين، وزي ما في هنا الحلوين يعني في جي امات نصابه تفتح اللعبه شهر وبعد ما تفتح اللعبه شهر والناس كلها تشحن هو اللي يقفل اللعبه بايده، كده نصب على الناس. ف انا مش عايز اطول عليكم، انا بس حبيت اقول لكم وجهة النظر ليه اللعبة بقت كده وليه الفترات الاخيرة السيرفرات المصرية بقت كده. عايز بقى تبعد عن الكلام ده كله تخش سيلك رود انترناشونال اللي هي اللعبة الاصلية وتبقى مجبر ان انت عشان شغل بوت هتشحن، عشان تخش اللعبة هتشحن، عشان تلبس هدوم هتشحن، عشان تبلص سلاح هتشحن. اللعبة الاصلية شغالة بالنظام ده. في سيرفرات تانية من اللعبة الأصلية ممكن تكون أحسن شوية في حتة إنها دفعة أقل بس شغالة على طول، زي مثلا السيرفر الروسي والكوري والتركي والحاجات دي كمان. وفي سيرفر أنا مش عارف صراحة التيم بتاعه مصريين ولا أجانب بس هو شغال بقاله أزيد من 5 سنين اسمه أوريجن. ده سيرفر شغال بقاله سنين كتيرة قوي بس مشكلته ان هو شغال من غير بوت نهائي، لازم تلعب بايدك. فالموضوع كده ان انت تلفل بايدك والشغل ده بالنسبة للناس اللي بتشتغل وبتشتغل طبعا بالعشر ساعات و12 ساعة وكمان من ده صعب انه يشغل انه يلعب او يبص حتى على اللعب. فبيبقى قدامك الالعاب دي. انما في برضو بعض الالعاب بقى في السيرفرات اللي بتطول شوية وبيبقى فيها متعة وما تتكلمش عن موضوع الديلات ولا تشغل بالك بموضوع الديلات، انت تنزل وتلعب وتنبسط وبس. هنتكلم عن الالعاب. يعني في تيم بتاع لعبة جولدن دي كنا رافعينها وده صراحة تيم محترم جدا وانا بقدره جدا بناء على ان اللعبة ديجري 8 فاتحة ليفل 80. الناس كلها وصلت ظبطت مش عارف ايه ما عادوش بيشحنوا ما عادوش بيظبطوا اللعبة بدأت تموت. هوب بدل ما اعمل سيرفر جديد قام جاي فاتح ديجري 9 واللعبه بقت ليفل 90 فالناس مضطره انها تكمل لعب وتشحن من الاول وجديد وتلعب من الاول وجديد وتبلص ويبقى فيه الفن من الاول وجديد تاني. وعندهم ايفنت جميل قوي اللي هو باتل اوف ليج ده انا عندي فيديو على القناه ليه وجميل قوي اللعبه دي. في طبعا لو الناس اللي عايزه تلعب العاب بقى حديثه شويه لسه فاتحه من 5 ايام لعبه ريترو فاير وده تيم برضه محترم جدا. تيم ريترو فاير معروف كان فيه لعبت معاهم ريترو 100 وريترو 110 ودخلت معاهم بقى ريترو الاخيره ديت دخلت. بس انا اصلا الفتره الاخيره ما عدتش بلعب سيلك رود قد كده، بحاول نبعد شويه عن سيلك رود بس طبعا دي العشق فمهما هبعد هرجع لها تاني. في برضه الالعاب زي جلوري بقى وبلاي وفي لعبه بلاي انا عملت كده. هنبص احنا هنكمل الفيديو بتاعنا، تعالوا نروح للإليت بي في بي ونبص على الالعاب اللي انا نزلتها وبصيت عليها جوه اللعبه. وانا من وجهه نظري ارشح لعبه من الاثنين لو انت حابب تخش، لا ريتو لا زيتس. وزيتس ديت كنا لاعبين برضه قريب ال 105 هي نازله بنفس الطريقه وهتفتح يوم الجمعه الجايه 15/9. يلا بينا. طيب زي ما انتم شايفين اول لعبه معانا وهي زيتس اللي هي زد اس زد سي وشهرتها زيتس. طيب هي كانت فاتحه يوم كان يومين تقريبا 1/9 فتحت البيتا اهي زي ما انتم شايفين. ويوم 15/9 اللي هو الجمعه الجايه هتفتح بقى الجراند بتاعها وهتبقى الفوتريس والتام بس وهتبقى الموضة هيبقى مقفول. الفيجو هيبقوا حاطينهولك 10% وكمان محطوط بقى الاوبن ماركت هيبقى مفتوح اول سبيشال اكتف والادفانس جاي معانا برضه مفتوح
والشخصيات مقفولة والايفنتات وكل الكلام ده، والفري سيلك هيبقى مقفول، مش هيبقى فيه فري سيلك في اللعبة دي. تمام. والديجري هيبقى 11، هتبقى ليفل 105 مش 110، لأن الديجري 11 احنا متعودين عليه 110. هتبقى بي سي ليميت 2. المرة كان في لعبة اسمها زيتس برضه آخر مرة كنا بنلعبها كانت ليميت 1 بس، إنما دلوقتي هو مكتوب 2، تقدر ترفع كونتين براحتك. والاي بي 4. هيبقى الجلد موجود في 24 ويونيون جلدين، يعني حاجة مش وحشة أوي. الإكس بي ريت 4%، وأعتقد إن ده رقم أحسن من الرقم اللي فات. الله أعلم، الأرقام دايما ما بتبقاش هي مظبوطة. هتنزل بالحاجات اللي انتوا شايفينها ديت، والإن بي سي ماركت ده والكلام من ده والحاجات دي كلها احنا عارفينها. ديت ايه دي؟ ريجيسير، يمكن ريجيسير الايتم ويندو اون مود. دي حاجة جديدة بيتكلموا عنها اهوت، ان هي مثلا البط رايس وديت اماونت يو ريسيف مش عارف يعني، تقدر تبيع الحاجات بتاعك لهم وهم يحطوا لك الفلوس. ديت حاجة جديدة أول مرة نشوفها. يعني شغالة على النظام القديم، في شوية حاجات جديدة هي موجودة، تقدر تتعامل معاهم في البيع والشراء مباشر بشكل مباشر، ودي حاجة برضه جديدة. فيلا بينا نفتح كده سيلك رود. زي ما انتم شايفين ديت لعبة زيتس في الوقت الحالي. هو تنزل كده تفتح دي تشتري الايتم بتاعك، لان دي البيتا، دي البيتا تجريبي، بيقولك جرب اللعبة وشوفها ممكن تلعب ايه، ممكن تعلف ايه. فهو منزلك طبعا كل حاجة صفر، انت تعلف اللي انت عايزه. عايز مثلا بلو هتختار البلو، لو انت عايز تنزل زيتس. تعالوا بقى بينا نشوف اللعبة التانية. يلا. طيب اللعبة التانية معانا ريترو فاير. زي ما انتم شايفين اللعبة فتحت البيتا بتاعتها 1 سبتمبر، والجراند فتح 8 اللي هو 8/9، النهارده 12، يعني بقالها بتاع 5 أيام على حسب بالويم كده. مثلا بالويم بقالها مثلا بتاع 5 أيام فاتحة. ويلا نشوف هي ايه نظامها. هي نظامها الليفل بتاعك 110 ديجري 11 احنا بقى متعودين عليه، شاينيز واوروبي. الميستري بتاع الشاينيز 330، يعني هترفع 3 حاجات فقط 330. والسيرفر ريت بتاعها مخلينه ميديوم مش هارد قوي. الالكيمي اللي هو التبليس يعني وكده هيبقى صعب. والمدينة الرئيسية اسكندرية، وكمان الفورتريس هيبقى فورتين. الاي بي ليميت 6، تقدر تفتح على الجهاز الواحد 3، والاكسبيرينس بتاعها 18%. طبعا 18 وزيتس كانت 4، انتوا شايفين الفرق قد ايه. والبارتي هيبقى 20. السكيلات نظامها حلو، الايتم دروب ب 8%، وده رقم برضه مش شوية. النظام بتاعها في السريع كده، انت بتنزل موجود الديجري بتاعك في اوتو اكويب، والدنيا حلوه جميله والامور طيبه. وعلى فكره انا دخلت لعبت شويه كده، شغلت بول شويه، هي كويسه مش وحشه. اليونيكات والحاجات بقى، الهدوم اللي موجوده سيلف نوفا، وفي السيلف نوفا باور اي جي اي، هيبقى هتجمع من الفورجيتن ال8 كروت، ده النظام بتاعه. ولو عايز الهدوم اللي هي الديستركشن هتبقى من الشوب، هتجمع جولد وريترو وكوين وسيلفر والحاجات ديت وتجيبها. والاكسسوري هيبقى من الارينا كوين، تقدر برضه الحاجات دي بقى كلها من الايفنتات، وتروح تلعب بقى، فاهم، بانواعها بقى، تلعب وتروح يونيكات والدنيا ماشيه ازاي وكده. التبليص هيبقى من 1، يعني من 1 ل5 هنقول 50%، يعني النص هيبقى سهل مش صعب. 6 35 7 25 8 5 و9 2%، و10 بقى هيبقى 10%. وعاملين لك تركايه اللي هو انت تقدر تبلص كده، تدي البلص على طول، ما تقعدش كل شويه تشيل السلاح وتحطه بقى ولا حاجه.
لا مفيش الكلام ده، انت تدي بلس تك 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 تلاقيها سهله معاك وتحبها. انا عن نفسي بحب الطريقه دي. موجود عند الماجيك بوب الموتر والاسطره والفلاج والسيلف نوفا كمان موجود الاسلحه والشيل. فبس دي الحاجات اللي احنا بنقولها في السريع كده عشان نخش بقى اللعبه. يلا نخش اللعبه. زي ما انتم شايفين ديت لعبة ريترو فاير. انتم شايفين طبعا اللعبة لسه فاتحة بقالها 5 أيام، والسيرفر ريترو سيرفر محترم ومعروف طبعا من زمان أوي 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 يعني، له أجزاء كتير. ريترو 100، ريترو 110، ريترو فاير، ريترو فاير نتورك. فهم بقالهم سنين كتيرة شغالين في المجال ده، فانت نازل مع ناس محترفة جدا يعني، وشغل عالي هم عاملينه. زي ما شايفين اللعبه مليانه، بس الحاجات دي كلها احنا مش هنتكلم عنها عشان هي بتقدر تعمل الحاجات ديت. يعني زي ما شايفين 19 صفحه بس، انت ممكن تعمل الجي ام يقدر يعمل اي حاجه هو عايز يعملها فيك لو هو عايز يعني. فاحنا مش هنتكلم عن الحاجات ديت، وزي ما قلنا ما تقعدش تقول لي ديلات ومش ديلات. انت عايز تلعب انزل اللعبه والعب على طول، اي لعبه تعجبك. عايز بقى لعبة مثلا بعيدة عن الديلات، بعيدة عن انها كل 3 شهور تقفل، بعيدة عن الحاجات دي كلها، روح للسيرفرات الأصلية والسيرفرات الأجنبية اللي هي فيها أجانب بس، وبالتالي ما فيهاش الشغل اللي احنا بنشوفه مع المصريين يعني بشكل عام. ف ده السيرفر بتاع ريترو فاير. انت ومزاجك بقى عايز تفتح انهو. طبعا كل واحد وذوقه، اللي بيحب الاوروبي يقدر يخش ريترو فاير، اللي بيحب الشاينيز بس يقدر يستنى زيتسا تفتح الجمعه الجايه، والنهارده طبعا 3، فالموضوع فيه 3 ايام يعني مش بعيد. فيلا نخش اللعبه اللي بعدها. اللعبه الثالثه اللي معانا لعبه اسمها جلوري، ودي طبعا بقى نخش في القديم شويه. دي لعبه فاتحه بقالها شهر، تمام. فالنظام بتاعها اللي هي تعالى نشوف الليفل 110 برضه، شميز اوروبي، جلد ليميت 16 وبريميوم 2، وتفتح حتى 200 بس، اي بي ليميت 4. اوتو كوماند موجود معاك شغال، بيدوك سلاح وبيدوك هدومك وبيدوك كل حاجة. منزلين ايه جديد يعني زي ما انتم شايفين. الاريبيان موجود، الريجولار يونيك العاديين، والجيبوتر يونيك موجودين، الكاب. هم حاطين كل حاجة بشكل مختصر، وقايلين لك ايه اللي يديك جولد، وايه اللي يديك كوين، وايه اللي يديك هونر، الحاجات دي كلها. طبعا زي ما انتم شايفين اللينكات اهيت الكلام ده. اللعبة فاتحة بقالها شهر. تعالوا نخش اللعبة بقى ونشوف الدنيا ماشية ازاي. انا بحاول اكلم الناس اللي في اللعبة اعرف هي انهي مدينة رئيسية، لان انا مخبط شوية ان هو مكتوب هنا او مكتوب وانا مشفتوش، لان مش هقرا كل ده بتفاصيل يعني. هم كاتبين تفاصيل زيادة عن اللازم اللي احنا متعودين عليه، بتبقى صورة مكتوب عليها التفاصيل. فلا هم حاطين الصورة فاضية ومدينك بقى تفاصيل تقعد تقرا فيها نص ساعة مع نفسك يعني. فأنا مش عارف، أنا حاولت أسأل كذا واحد وهم ما ردوش عليا، مش عارف بقى المشكلة فيهم ولا فيا ولا المشكلة فين. فاللعبة شبه فاضية بقالها شهر واحد فاتحة يا جدعان يعني. احنا ما بنتكلمش عن لعبة فاتحة من سنة ولا سنتين. ممكن يكون فيها تيم بيلعب الله أعلم، بس مش عارف. ما علينا. انت بتنزل اللعبة طبعا فاتحة، تنزل معاك الحاجات دي كده. دي سبيد بتقعد 3 ايام معاك، ودي باكج بيديها لك. بص تلاقيها في الشيست هنا، بيبقى عبارة عن بريميوم، وبيديك ديفل، وبيديك 2 ريبيان كامل، وبيديك 20. يعني شغل حلو مفيهاش، بيديك شوية حاجات حلوة أول. تقدر تلبس ده بقى كده، وتقدر البريميوم الجميلة، الديفل اللي انت عايز تلبسه، الأغلب معاك صحي، بتعمل أي حاجة. فاحنا كده ايه في اللعبة دي مش هنعرف نوصف أوي لأنها فاتحة طبعا، فمش هقدر أقول لك الدنيا ماشية ازاي هنا. بس هو حاطط هنا المستر 440 للشميز، ودي حاجة كويسة جدا لأنك هترفع 4 حاجات. 4 حاجات في الشاينيز لما بيرفع. يعني تخيل مثلا شاينيز بيلعب بول، رفع فورس فاير لايت او فورس فاير جولد،
او فاير وجولد ولايت مع بعض الثلاثه، ف بتبقى جميله، بتبقى جميله جدا. ديت كده اللعبه اللي هي، انا مش عايز اطول عليكم الفيديو قوي ونتكلم عن كل الالعاب، لان في لعبه تانية كانت معايا اسمها بلاي ثرو. اللعبه دي انا فجاه لقيت صفحه الديسكورد اتقفلت، صفحه الفيس بخش عليها ما بتخشش، فانا نزلت اللعبه، بس يعني مش هقدر اشرح لكم عنها ولا اكلمكم عنها، لان الحاجات دي انا مش عارف اعطل فيها، فمش عارف المشكله فيا انا ولا في الناس التانية. الديسكورد حتى حاولت اخش عليه لقيته مش ما بيخشش، فمش عارف بقى، هي فاتحه بقى لها برضه شهر. فهي المشكله في زي ما انا ما قلت لكم، ان الالعاب اللي هي الجي ام المصري بيواجه دايما المشكله دي، وبتفرق ما بين جي ام وتاني، ان ده يقدر يدفع 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور، واحد تاني يقدرش يدفع مثلا غير شهر من جيبه. فاللي بيدفع شهر من جيبه ده، يعني لو اللعبه اول شهر ما جابتلوش فلوس اللي هو عايز يدفعها، بيقفل بعد شهر. فدي بتحصل نصب للناس اللي هي دخلت وشحنت فلا، انت خليك لو انت بتشحن خليك في المضمون وروح الاصليه. لو انت بتلعب وبتستمتع وبتبسط وبتشحن بس بنسب ضئيله قوي، يعني اللي هو حاجات بسيطه خالص 100 جنيه و200 جنيه والكلام من ده، لا خش سيرفر يكون طويل شويه. وانا يعني من وجهه نظري في السيرفرات الموجوده حاليا ارشح لا زيتس لا ريترو فاير، هما الاثنين دول اللي يكسبوا معانا في السباق بتاع النهارده. اتمنى ان الفيديو ده يكون فادك، وان شاء الله بقى انا عامل شغل حلو اهوت، فما تنسانيش بقى في اللايك والاشتراك والحاجات الجميله دي، واستناني ان شاء الله في فيديو جاي يكون يعجبك ان شاء الله. شكرا، سلام.